السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم في فيديو جديد من مطبخ ام دونا. او لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكم اشعار بكل فيديو جديد. دلوقتي احنا هنعمل مع بعض النهاردة طواجن المكرونة باللحمة المفرومة زي ما احنا شايفين طبعا. مشهورة جدا في محلات الكشري، وطبعا بنشتريها من بره والأطفال كلهم بيحبوها من بره وسعرها غالي. يلا كده بينا نضغط لايك كده ونسمي الله ونصلي على الرسول ونعملها مع بعض. في طاسة على النار، معايا طاسة على النار كده تسخن، هنزل فيها بنص كيلو لحمة مفرومة. طبعا انا بنزله يفك كده، طبعا انا هعصجه. انا مش بحب اضيف للحمة دهون، كفاية الدهون اللي فيها. فدلوقتي انا هنزله كده يبدأ يفك معانا وياخد وش كده، ايه، يغير لون بس. دلوقتي اللحمة بتاعتنا بدأت تاخد لون معانا كده. هنزل عليها بقى معايا بصلة كبيرة متقطعة في الكبة، وعليها حبيتين من الطماطم صغيرين، ومعايا نص قرن فلفل اخضر حراق سبايسي، ونص قرن شطة بالشكل ده كده. فرمتهم كلهم في الكبة وهنزلهم بقى على الايه، على اللحمة بتاعتنا كده، ونديلهم تقليبة حلوة ونسيبهم بقى ايه يختلطوا مع بعض كده، والبصل يدبل هننزل عليه بالبهارات. دي نص معلقة صلصة، مكانش عندي غيرها. هنزل بالبهارات بتاعتي: ملح، كمون، فلفل اسود، ودي رشة 7 بهارات، وكزبرة. ودلوقتي هنقلب كل المكونات كده ببعض ونسيب اللحمة بتاعتنا بقى ايه لما تتعصج. ده شكلها كده بعد ما اتعصجت. هنسيبها برضو تستوي شوية كمان. ودلوقتي يلا بينا بقى نجهز الصلصة بتاعتنا. حلة كده على النار، هنزل فيها بنقطتين زيت، معلقتين زيت كده، وهنزل عليهم بمعلقة كبيرة توم مهروس. طبعا التوم مش هنحمره، احنا هنديله لون بس ذهبي بسيط كده. ودلوقتي هنزل عليه بكمية الطماطم اللي عصرناها في الخلاط. يعني انا عاملة مقدار نص كيلو طماطم. طبعا بتعملي على حسب الكمية اللي انت هتعمليها، بتزودي بتقللي على حسب ايه عدد افراد الاسرة. ودلوقتي هنتبل الصلصة بتاعتنا بملح، كمون، وكزبرة، وهديها تقليبة كده، يعني تاخد قلبة بسيطة بس مش هتتسبك. وده شكل اللحمة المفرومة بتاعتنا بعد ما اتعصجت. ونجيب بقى الطواجن بتاعتنا، طبعا غسلناها كويس جدا عشان اول مرة نستعملها. ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة. نجيب بقى ايه كمية من اللحمة المفرومة بتاعتنا كده، نحطها في الطاجن من تحت كده.
كمية لحمة حلوة كده ونسويها في الطبق في الطاجن بتاعنا كده، نضغط عليها كده نسويها. وده طبق قالب بايركس كده هعمله برضو كمان. طبعا انا مليت دول وفاض معايا حبة من اللحمة المتعصجة. في اخر كده الطواجن هنبقى نحطهم على الوش. دلوقتي بقى هنزل ابدا ارص المكرونة. معايا مكرونة قلم ماهيش مسلوقة بدون سلق. هننزل كده ونساوي يعني ايه، نسيب يعني مكان في الطاجن بتاعنا من فوق، عشان طبعا المكرونة لما تستوي حجمها بيزيد. زي ما احنا شايفين كده. نحاول كده نخلي الكمية كلها متساوية، ونسيب مكان فوق زي ما اتفقنا في الطاجن. ما شاء الله الطواجن بتاعتي حجمها كبير، يعني عمقها كبير كده غويطة، فواخدة كمية حلوة ما شاء الله. خلاص كده تمام. نزل برضو بشوية مكرونة كده هنا في البايركس ده. ونجيب الصلصة بتاعتنا، طبعا مش متسبكة، هي واخدة قلبة بس. ونبدأ بقى ايه، نغطي المكرونة بتاعتنا كده بالصلصة. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تحطوا لايك، واكتبوا لي في الكومنتات بتتابعوني منين. هننزل بقى الايه الصلصة كلها على المكرونة زي ما احنا شايفين كده. ودلوقتي هنجيب بقى ورقة زبدة كده، طبعا عشان الفويل يعني غير صحي. فورقة زبدة تحت كده، وفوقيها بقى ورقة الفويل كده، ونقفلها كويس. وطبعا الفرن بتاعنا شغال. ده شكلهم بعد ما غلفناهم. هندخلهم بقى الفرن، وبعد كده هنشوف بقى اخدوا معانا ايه. ده شكلها بعد ما طلعت من الفرن. قعدت معانا في الفرن نص ساعة. ودلوقتي نقلبها بقى مع بعض. نص ساعة على الشبكة في وسط الفرن، مشغلين النار من تحت بس. طبعا لسه خارجة بقى سخنة ومش عارفة امسكها خالص. بس هي بصراحة ما تتقدمش الا وهي سخنة كده في الجو البرد ده. نجيب بقى حاجة كده نمسكها بيها، لان بصراحة سخنة جدا، مش ايدي مش متحملاها. بص المنظر بقى ما شاء الله، اللهم بارك، تحفة جدا. وطعمها خطير خطير خطير، وطعمها تحفة جدا، وبطريقة سهلة وبسيطة. ونشوف بقى اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.